النادي الاهلي ما زال في مفاوضات مع مسؤولي فريق اتحاد طوارجة المغربي من اجل ضم الظهير الايسر الشاب فؤاد الزهواني البالغ من العمر 19 عام ولاعب منتخب المغرب تحت 20 عام خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. ووفقا لمعلومات الاهلي تقدم بعرض اولي قيمته 700 الف دولار لضم الزهواني، لكن ادارة ناديه المغربي تطلب الحصول على مليون دولار ونسبة 25% من قيمة بيعه لاي فريق اخر في المستقبل من اجل الموافقة على رحيل اللاعب للاهلي. في مباراة قوية يواجه النادي الاهلي نادي سيراميكا كليوباترا المتواجد في ترتيب الدوري المصري في المركز الاول، يليه النادي الاهلي بفارق 3 نقاط عن النادي الاهلي. فريق سيراميكا كليوباترا ليس بالفريق السهل، وعلى الاهلي الحذر في المواجهه. فريق يمتلك بين صفوفه لاعبين مميزين ابرزهم محمد بسام وسعد سمير وعمرو السوليه وفخري لقاي، وعلى مدافعي النادي الاهلي التركيز في المواجهه والحذر من مهاجمي فريق سيراميكا كليوباترا. المباراه تقام اليوم في تمام 5 من مساء اليوم، وتذاع بطوله السوبر المصري على 3 قنوات وهي ابو ظبي الرياضيه ودبي الرياضيه واون سبورت المصريه. وجاء طاقم التحكيم في مباراه الاهلي وسيراميكا كليوباترا كالتالي: حكم ساحه محمود البنا، وحكم مساعد احمد حسام طه، وحكم مساعد تاني هاني خيري، وحكم فيديو محمود عاشور، وجراديشار على راس قائمه سلوفينيا لمواجهتي كوسوفو والسويد في التصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم. احمد رضا جاهز للمشاركه في السوبر المصري بنسبه 100% بعد شفائه تماما من الاصابه، ومحمد شريف يشارك في تدريبات الاهلي ليكون جاهز للسوبر. اشرف داري لسه في مرحله الاصابه، كان المفروض يرجع كمان اسبوع، الدكاتره قالوا لا، يحتاج الى اسبوعين للعوده مره اخرى للتدريبات. منتخب مصر يفوز على هايتي بنتيجه 4-1 في كاس العالم تحت 17 عام. امام عاشور يشارك في التدريبات البدنيه استعدادا للعوده للتدريبات الجماعيه للاهلي خلال فتره قليله. الاهلي يتحمل التامينات الاجتماعيه للعاملين بفروع النادي الاهلي، ويحل مشكله الحد الادنى لاجور العاملين بالنادي. الكابتن محمود الخطيب مشرفا على كره القدم والامور العاجله، ويكلف عبد الحفيظ قائما باعمال المشرف العام لكره القدم والقائم باعمال الصفقات خلال الفتره المقبله. وتولي طارق انديل وابراهيم العمري ملف زياده ايرادات الاهلي من العضويات الجديده، وحازم هلال يتولى متابعه مشروع استاد النادي الاهلي، واحمد حسام عوض مسؤولا عن تطوير الحقوق التجاريه للاهلي. الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا يعلن رسميا ايقاف قيد نادي الزمالك بعد صدور 3 قضايا جديده ضد النادي. لا صحه على الاطلاق لوجود اي مفاوضات لعوده علي معلول للاهلي مره اخرى. ظهور العلامه التجاريه ايلانو للمياه المعدنيه وتطبيق بريد فاست متجر سوق الكتروني في خلفيه لقاءات لاعبي النادي الاهلي على المنصات الرسميه. محمد سراج الدين ينضم لشركه النادي الاهلي للمنشآت الرياضيه، بينما تم تعيين مهند مجدي مستشارا لمجلس الاداره للنشاط الرياضي. اعتمد الاهلي في جلسته التي عقدت الميزانيه والحساب الختامي حتى 30/6/2025 والمشروع المقترح للعام المالي الجديد 2025-2026. لم تحدث بين وليد صلاح الدين وبين الشناوي مشاده، وكل ما يقال كلام لا اساس له من الصحه وضرب في استقرار الفريق. كوينز بارك رينجرز الانجليزي ينضم للفرق المشاركه في البطوله الدوليه الوديه يو 16 تحت اشراف الاهلي بالتعاون مع شركه تورنا كيك خلال ايام 28 و29 و30 نوفمبر نهايه الشهر الجاري. الفرق المشاركه الاهلي وبرشلونه ويوفنتوس وباير ليفركوزنج وسبورتنج لشبونه وبارك رينجرز. وبكده تكون انتهت اخبارنا، وما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا خير لمسلم يتجاهل الصلاه على الحبيب المصطفى، وما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.